اي ناس في المغرب دايرين الفلوس هما واحد الناس اللي شفاره ونصابه وناس اللي خايبين. والدينا وجدودنا ما كانوش عارفين بلي هذيك هي الهوته، وكانوا عارفين بلي هذيك هي الهوته كون راه حتى هما كيمشيو كيانفيستيو في الاراضي وكيشريو وكذا. كي ما كانوش عارفين كيف ما دابا الهوته ما معروفاش. شكون اللي كيعرفها؟ كيعرفوها الناس اللي هاد السيد هذا تجمعوا فيه كاع المواصفات ديال الانسان والله لا دار شي حاجه في الحياه ديالو. اول اي ناس في المغرب دايرين الفلوس هما واحد الناس اللي شفاره ونصابه وناس اللي خايبين. واش هاد الجمله هذه بصح ولا لا؟ هادشي اللي غنكتشفوه في الفيديو ديال اليوم. كون اكيد الفيديو ديال اليوم غيخربق لك البارامتر ديال الدماغ ديالك. دونك تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، وداكشي اللي بقى خليه عليه. باش نقدروا نديروا واحد الفيديو اللي بحال هذا خاصنا ضروري نجبدوا شي اكزامبل، واحد المثال ديال شي شخص اللي داز من الفقر المدقع لواحد من اكبر رجال الاعمال في المغرب، وغنمشيو نشوفوا المسيره ديالو فاش كان خدام. واش كاين شي وقيته اللي كان فيها واحد اللبس، واحد الشك على انه نصب عليه شي واحد ودا الفلوس لشي واحد. الشخص اللي غندوي عليه اليوم هو واحد السيد اللي سميتو عمر. هاد السيد هذا تجمعوا فيه كاع المواصفات ديال الانسان والله لا دار شي حاجه في الحياه ديالو. اول حاجه هو واحد الشخص اللي تزاد في العروبيه، تزاد في الباديه. ثاني حاجه تزاد واحد الوقيته اللي ما كان فيها لا انترنت لا تليفون لا حتى شي حاجه. وثالث حاجه ما قاريش، وغيبدا المسيره ديالو كيبيع البيض وغيساليها بواحد من الشخصيات اللي غيعرض عليهم الملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه. الشخصيه اللي غندوي عليها اليوم هو واحد السيد اللي سميتو عمر، كانوا مسمين عليه نص بلاصه. هاد عمر نص بلاصه، دابا هاد نص بلاصه هذه حتى هي عندها واحد ليستوار بوحديتها غادي نعاودها لكم في الوسط ديال الفيديو. ما علينا ندوي على هاد عمر هذا. هاد عمر كما قلت لكم تزاد في العروبيه، تزاد في واحد من الدواور ديال واحد المنطقه كتسمى تامنار، جات بالضبط في حاحه في اقليم ديال الصويره. المهم كما قلت لكم ما قاريش، ولكن كان كيمشي للجامع حتى هو كيحفظ شويه ديال القران، باين كيف ما كان كلشي في الصغر ديالو. غير هو حدو غادي يوصل 12 عام كان خاصو ضروري يخرج يقلب على راسو ويدبر على الفلوس، حيت العائله ديالو كانت واحد العائله اللي فقيره ديال بصح. في 12 عام كانوا ديما صحابو في الدوار كيقولوا ليه عمر يلا نمشيو حنا للمدينه ندبروا على راسنا، نخدموا مع الناس الفرنساويين حيت ديك الساعه كان الاستعمار، وندبروا على راسنا الى اخره. هو ديما كان كيقول لهم لا انا باغي ندير شي حاجه ديالي، ما باغيش نخدم عند بنادم. ما علينا، من الصغر ديالو فيه ديك الروح ديال المقاوله، حيت اول خطوه غيدخل بها الفلوس كانت واحد الخطوه اللي ذكيه بزاف ودارها في هذا السن ديال 12 عام 13 عام. كان كيلاحظ باللي الدوار ديالهم كانوا العيالات ديال الدوار كيجمعوا البيض اللي كيبيضوا الدجاج اللي مربينه، وكيتجمعوا دوك العيالات كاملين وكيشدوا الكار وكيهبطوا حتى للصويره باش يدخلوا للسواق ويبيعوا داك البيض اللي كانوا كيجمعوه. هو غادي ينوض غيمشي عند دوك العيالات كاملين وحده بوحده، غيقول لهم عطوني داك البيض اللي نتوما كتمشيو حتى للسوق تعذبوا وتبيعوا وتخلصوا ترونسبور الى اخره، انا غادي نمشي نبيعو لكم، غنزيد واحد الرباح ديالي ونجيب لكم نتوما الفلوس بشحال كنتو كتبيعوا داك البيض. عجبهم البلان بلوس كيتيقوا فيه، ديجا هو يا دري كيبان فيه معقول، وكان مشهور بواحد الكلمه كيقولها ديما هي اغراس كتعني المعقول والسيد جود ما فيش لا. دونك هو كان كيقول هذه الكلمه بزاف معروف بها. بدا كيجمع البيض كيمشي للطريق للشانطي وكيتسنى الكار اللي هابط للصويره وكيطلع كيمشي كيبيع وكيرجع. السميه ديال عمر نص بلاصه، ديك نص بلاصه منين جات؟ كان فاش كيطلع للكار دابا هو عارف باللي الربح ديالو اللي كيربحو من البيض هو واحد الربح اللي صغير، ما يمكنش هو غادي يمشي غادي يعطيه المول الكار ما غيربح والو، غيولي بحال غادي مسخر وراجع. دونك داك شويه ديال الفلوس اللي يقدر يحيدها راه كيحيدها. اول حاجه غادي يمشي يديرها شناهي؟ هو فاش كان كيطلع للكار كان كيحاول يشوف شي واحد كيقول ليه شوف انا راني صغيور اش نقسموا انا وياك بلاصه وحده، نخلص انا النص وانت خلص النص وهكذا بحال هكا تنوصلوا. ولا كيمشي عند داك الكريسون ديال الكار ولا الشيفور ديال الكار كيقول ليه شوف عطيني انا اصغر بلاصه عندك هنا ولا عطيني شي بلايصه نبرك فيها، المهم انا نخلص نص بلاصه. ولا كاع الكيران عارفين وفاش كيطلع كيقول لهم انا نخلص غير نص بلاصه صافي تا ولات سميتو عمر ومكينين عليه نص بلاصه ولا معروف بها. ما علينا، بدا خدام اليز مده، بقى كيمشي كيتسخر كيدي البيض كيبيعو كيرجع كيعطي للناس فلوسهم. اول حاجه كيمشي كيدير هي الفلوس، كيمشيو يخلص ماليهم الناس اللي كانوا معاطينه البيض كيخلصهم هما الاولين، عاد ديك الساعه هو يمشي يدور ولا يدبر راسو. واحد النهار كان غادي للصويره حتى كيسمع الناس كيدويو على شي شركه فرنساويه باغا تبني واحد الطريق وخاصها ضروري داك الحجر باش يلاه يديروه بحال قلتي هو داك الاساس ديال الارض قبل ما كيديروا الزفت. غيمشي عند هاد الشركه هذه غيقول لهم واش لقيتوا الحجر؟ قالوا لا مازال كنقلبوا ويلا حنا غنجيبوا الماتريال وكذا. قال لهم شوفوا نتوما ما تجيبوا لا ماتريال لا والو، انا غادي نمشي نجيب لكم الحجر اللي خاصكم. عجبهم الحال حتى هما رابحين. غيمشي كيجري للدوار غيشوف دوك الدراري ولا دوك الشباب اللي صحاح. قال لهم واش باغيين تخدموا تدبروا على راسكم؟ قالوا ليه مرحبا حنا معاك. قال لهم شوفوا كاين واحد الشركه فرنساويه باغا دير واحد الطريق وخاصها الحجر،
انا خاصني ناس اللي يمشيو يهرسوا داك الحجر. المهم الخبيزه ناكلوا حنا بيناتنا بلا ما نخليو البراني يجي يدع. عجبهم البلان بغاو يبداو. هنا راه خاصنا نفهموا واحد الحاجه، عمر في هذه اللحظه هذه راه ما عندوش راس المال اللي غيمشي يشري به دوك المعدات دوك المطارق وداك الشيء كامل اللي غيهرسوا به الحجر. ولكن هنا كان دماغ، شنو غيمشي يدير؟ غيقول لهم شوفوا كل واحد فيكم يمشي يشري المطرقه ديالو، راه غتبقى ديالو فاش غنساليو الخدمه راه غتبقى ليه هو يخدم بها. واللي هرس شي حجر جمع شي كونتيتي غيعيط ليه انا غادي نجي نشريها من عنده. يعني كل واحد اللي قادر يهرس حتى 3 طون في النهار يهرسها، انا غنجي نخلصوا فيها ونمشي. تاري عجبهم البلان، بليس هما كيشوفوا بلي ديك المطرقه زعما شي حاجه اللي غاليه بزاف، يمشيو انفيستيو ويبداو الخدمه ديالهم. بداو كيهرسوا في الحجر، كيجمعوه، هو كيجي كياخذ داك الحجر كيديه لديك الشركه اللي خدام معاها، كيتخلص من عندهم. اول حاجه ركز معايا الدراري حيت هذا السيد هذا تعرف بالمعقول ديالو لواحد الدرجه ما يمكنش. اول حاجه كيديرها هو انه كيمشي كياخذ دوك الفلوس، كيخلص دوك الناس اللي خدامين، وداك الشيء اللي بقى كياخذوه هو. بقى بهذا البلان غير هو كان ذكي وكان عارف باللي هاد الخبيزه هادي ما غاداش تدوم. علاش؟ حيت الطريق راه واحد النهار غتصاوب غتسالي وكما بقيناش شي شركه غنخدموا معاها ونمشيو ثاني نجمعوا الحجر وهذا الشيء. دونك خاصو يحاول يجمع شويه ديال الفلوس لشي حاجه اللي وراها هاد المرحله هذه. ماشي كان كيفكر غير عند رجليه في ديك اللحظه والصافي والسلام عليكم، لا بدا كيجمع. وطبيعه الحال هنا راه كان كيدخل شويه ديال الفلوس اكثر من البلان ديال البيض، بلوس البيض راه ما حبسوش باقي خدام فيه. كيحاول انه يجمع الفلوس ويتقاتل وكذا حتى قدر انه يشري واحد الكاميو قديم، ومن بعد غادي يحاول انه يدير به بزاف ديال الحاجات. اللي بغى يوصل شي سلعه ولا اللي بغى يدير اي حاجه راه الكاميو ديالو يخدم به ديك الساعه. ما علينا، شرا الكاميو وبدا خدام حتى لواحد النهار غطرى واحد الحاجه. هاد الحاجه هذه هي الزلزال ديال اكادير اللي كان طرا في 1960، الزلزال اللي كان مدمر ديال بصح وباقي حنا كنسمعوا به حتى لدابا وراه كلشي سامع به. في هاد الزلزال هذا بالضبط عمر نص بلاصه غيبين على الوطنيه ديالو بواحد الطريقه اللي كبيره بزاف. غيهز داك الكاميو ديالو وغيمشي غيحاول انه يبدا يوصل به المؤونه الماكله للناس اللي متضررين، غيبدا يهز به الحجار، يعني اي واحد احتاجو في شي حاجه كيلقاه واجد. وديك الساعه كان الجيش هو اللي موفر الامن تما وهو اللي مقابل كلشي باوامر ملكيه بطبيعه الحال. العامل ديال اكادير، المهم الناس كاملين كانوا كيشوفوا داك عمر نص بلاصه، داك المجهود اللي كان كيدير وداك لافور مع الناس وكيعاون كلشي ومقاتل. دازت هاد الوقيته ديال الزلزال والايام الاولى ديال الزلزال. واحد النهار غيخرج الملك الراحل الله يرحمه محمد الخامس، عطى الاوامر ديالو باش ان اكادير تعاود تبنى، وقال لهم قلبوا لي على الناس المقاولين اللي قادرين انهم يبنيو اكادير من جديد. هنا عمر نص بلاصه غادي يمشي بحكم انه كان كيتلاقى مع العمال ومع الجيش ومع دوك الناس كاملين في ديك الوقيته ديال الزلزال. غيمشي قال لهم انا بغيت عقد، بغيت واحد الكونطرا، انا بغيت نكون من الناس اللي غيبنيو اكادير. بطبيعه الحال قالوا ليه مرحبا حيت شافوه داجا لافور اللي كان كيدير. المهم قدر انه يسني كونطرا، وهذه اول ضربه ولا اول افير غيشدها عمر نص بلاصه بواحد الثمن اللي كبير ديال بصح. بدا كيبني حتى هو الديور، المهم بدا كيدخل هاد لافير يدخل فيها فلوس كحله. وهذه كانت هي الديبار ديال عمر نص بلاصه. بغيت نسولكم واش حتى لهنا دار شي حاجه غير قانونيه ولا شي نصب ولا شي شفره ولا شي حاجه؟ عرفت شو التاريخ والقصه ديالو واضحه 100%، ما فيها حتى شي شويه ديال الغبار. بدا خدام في اكادير، المهم داك المعقول ديالو خلاه انه يعيط عليه الملك الحسن الثاني القصر ديالو، يعرض عليه ويكبر به. وهنا غادي نلاحظوا باللي واحد السيد من ولد الشعب ديال بصح، ماشي ولد الشعب، هذا شي حاجه اكثر من ولد الشعب، من دوار، من واحد البلاصه اللي معزوله وما كاين لا تليفون لا انترنت لا والو. الدراري راه بحال هاد الناس هادو راه كون عطيناهم الانترنت والتليفون ديال دابا راه كون راه كان كيبيع البيض في فنزويلا. الدراري راه هاد السيد وهاد الذكاء الدراري راه ما كيكونش عند اي واحد. ولكن من بعد مازال غندوي بزاف على هاد اللعيبات هادو في الاخر ديال الفيديو. يعني دابا حنا غنساو هادشي هذا كامل وغنرجعوا للعنوان ديال الفيديو. في العنوان ديال الفيديو قلنا واش كاع الناس اللي دازوا في المغرب وكانوا لاباس عليهم وعاشوا واحد الحياه اللي كريمه، واش كانوا نصابه وشفاره لا الدراري؟ هنا غينوضوا ناس يقولوا لي ايوب بحال كيف قالوا لي في الفيديو الاول، حيت الفيديو الاول دويت على واحد اللعيبات الناس اللي ما كانوش شافوه يمشيو يتفرجوا فيه سواء في لاشين يوتيوب ديالي ولا في الباج فيسبوك ديالي، يمشيو يتفرجوا فيه راه يقدروا انهم يشوفوا ثاني بلانات اخرين. كانوا جاو كيقولوا لي ايوب وانت جبتينا اكزامبل واحد ولا مثال واحد من بزاف ديال الامثله اللي دازوا. ما علينا، انا غنقول لك اوكي سيدي 99% بخا هادشي انا مع فرض ديالك كنفترض معاك انا هادشي انا ما مامنش به لهاد الدرجه، ولكن انا كنفترض معاك، نفترضوا سيدي ان 99% ديال هاد الناس هادو شفاره ونصابوا كياكلوا فلوس ديال الناس والى اخره. شنو الحاجه اللي تخليك انت كتفرج فيها انا دابا ما تكونش من ديك ال1% اللي غيديروا حتى هما واحد الانجاز اللي من هنا لقدام الناس اخرين غيوليو يعاودوا عليه؟ واش العقل اللي كان عند عمر نص بلاصه ولا اللي خلقوا فيه الله سبحانه وتعالى ماشي هو نفس العقل اللي مخلوق به انت؟ واش انت كتعيش ظروف اكثر من الظروف اللي عاش هاد عمر نص بلاصه؟ طبيعه الحال ما تقدرش تقول لي حيت الجواب هو لا، راه ما يمكنش. حنا راه عندنا دابا واحد الحاجه اللي سميتها الانترنت والتليفونات
وبزاف ديال الحاجات اللي عندنا في هذا الوقت هذا ما كانوش شحال هذا الدراري. واي واحد كيقول باللي راه شحال هذه كانت الهوته وكانت الفرصه ودابا ما كايناش، الهوته ديال شحال هذه راه ما كانتش بينا شحال هذه. راه الا مشيتي عند باك وجدك دابا راه غتلقاه كيقول لك ودي راه شحال هذه الاراضي كانوا كيديروها ما عرفت شحال، معروفه كلشي كيقولها. ولكن في ديك اللحظه والدينا وجدودنا ما كانوش عارفين باللي هذيك هي الهوته، وكانوا عارفين باللي هذيك هي الهوته كون راه حتى هما كيمشيو كيانفيستيو في الاراضي وكيشريو وكذا، كي ما كانوش عارفين. كيف ما دابا الهوته ما معروفاش، شكون اللي كيعرفها؟ كيعرفوها الناس اللي كيقلبوا عليها. غير هو الحاجه اللي مسهله علينا دابا حنا باش نقدروا نوصلوا ونعرفوا الهوته هو هاد الانترنت والتليفونات اللي حنا شادينهم في يدينا دابا. غير هو هاد التليفونات وهاد الانترنت اللي حنا شادينهم في يدينا دابا واش حنا كنستغلوا بواحد الطريقه اللي مزيانه. دابا انت اللي كتفرج فيها الا قلت لك شحال من مره طلع لك فيديو فيه افاده بحال هذا اللي كتفرج فيه انت دابا غتقول لي بلي 90% ديال الفيديوهات فيهم غير التفاهه. حنا عارفين هادشي علاش بالمناسبه الا وصلتي معايا حتى لهنايا دير واحد جيم، شي كومونتير زوين، عطينا الراي ديالك، بارطاجي مع صحابك، خلي هذا المحتوى اللي فيه فائده يوصل للماكسيموم ديال الناس. انا كنحاول في الفيديوهات ديالي كيف ما درت في الفيديو الاول اننا نشدوا ديك الحاجه اللي سلبيه نحاولوا نشوفوا داك الايجابي فيها، كنتقاتلوا اننا نبينوا واحد الحاجه اللي زوينه ونحاولوا اننا نشوفوا، حيت لا بقينا كنركزوا على السلبي وكنشوفوا غير داك الشيء السلبي راه باينه راه ما غنديروا حتى شي حاجه في الحياه ديالنا، راه نبقاو مقابلين السلبيه. راه خاصك تمشي تشوف شي حاجه اللي زوينه وتبدا خدام عليها. بغيتي تبقى كيف ما كنت قلت في الفيديو الاول الدوله ما عطياناش وحنا ما عندناش وهذه وراه ما غنديروا حتى شي حاجه في هذه البلاد وخاصنا سمحوا لي، ولكن هادشي ما يوصلنا لحتى شي حاجه الدراري. دونك الفيديو ديالنا سهله، نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساش تابونا، بارطاجي مع الناس صحابك، عطينا الراي ديالك في كومونتير و